فضيحة كبرى تلك التي تفجرت مؤخرا وتتعلق باعتقال سفير مغربي سابق في دولة أوروبية بتهمة اغتصاب قاصرات داخل منزله. وحسب ما نقلته يومية الأخبار، فإن تحريات أمنية حول سرقة هاتف بسوق الكتسا بالرباط فجرت فضيحة من العيار الثقيل بطلها سفير سابق للمملكة المغربية بدولة هنغاريا، تتعلق بالاتجار في البشر والاستغلال الجنسي للقاصرات، حيث جرى عرضه على العدالة أول أمس الثلاثاء، وإيداعه السجن بتهم ثقيلة. وذكرت نفس المصادر أن فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية أمن الرباط أحالت قبل يومين السفير السابق للمغرب بهنغاريا، وتحديدا خلال فترة أواخر الثمانينات وبداية التسعينات، على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، حيث استمع إليه رفقة زوجته الفرنسية الحاملة للجنسية المغربية وخمسة من بائعي الهواتف النقالة بسوق الكتسا بالرباط، فضلا عن 5 تلميذات قاصرات ضحايا جريمة الاستغلال الجنسي المرتبكة من طرف السفير السابق.